في التسعينات حصلت جريمة من أبشع الجرائم اللي حصلت في تاريخ أسبانيا، لدرجة إن الشرطة من بعدها غيرت طريقتها في التعامل مع الجرائم البشعة من النوع ده، وهي جريمة فتيات القصر. في يوم 13 نوفمبر سنة 92 قرروا 3 بنات يروحوا ملهى ليلي، وأسمائهم هي ديزري إرنانديز وماريام جارسيا وأنطونيا جوميز. في أول الطريق ركبوا ال3 بنات مع راجل ومراته ووصلوهم لمحطة بنزين جنب الملهى الليلي. بعدها قرروا البنات يمشوا للملهى الليلي، ولكن فجأة جت عربية فيها شابين وعرضوا عليهم يوصلوهم لمكان الملهى الليلي. وفعلا ركبوا البنات، ولكن السواق عدى من الملهى الليلي وكمل مشي. طبعا البنات خافوا وبدأوا يصرخوا، فبدأ الشابين يضربوهم عشان يسكتوا لحد لما وصلوا لبيت صغير مهجور في منطقة اسمها الرومانا في شرق اسبانيا. طبعا اهالي البنات بلغوا الشرطة، وبعدها ب 75 يوم وفي غابة من غابات لارومانا مربيين نحل شافوا حاجة غريبة بتلمع فقربوا منها، وطلعت ساعة ايد، وفي وقتها خافوا وبلغوا الشرطة. هم ما خافوش من الساعة، هم خافوا من الايد اللي لابسة الساعة. وللأسف تم استخراج جثث ال3 بنات من الحفرة، وكانت ملفوفة بغطا كبير. وللأسف الفحوصات أثبتت إن البنات اتعرضوا للاغتصاب العنيف والتعذيب، لدرجة إن إيد مريم كانت مفقودة وأسنانها متكسرة. أما ديزري فكانت إيديها مربوطة ورا ظهرها بحبل، وجسمها منحني بدرجة مرعبة، وجزء من منطقة الصدر عندها منزوعة بكماشة. ده غير آثار ضرب البنات بالحجارة وضرب نار عليهم. الدليل الوحيد اللي لقيته الشرطة هو قطعة من الورق كانت موجودة مع الجثث في الحفرة. ولما الشرطة جمعت الورق مع بعض لقت إنها بطاقة مستشفى لشاب اسمه إنيركي، وقبضت عليه الشرطة هو وصاحبه ميجيل. ولكن بعدها اكتشف المحققين إن إنيركي ملوش ذنب، ده أخوه أنطونيو ومعاه صاحبه ميجيل هما اللي قاموا بالجريمة. والشرطة قبضت على ميجيل، أما أنطونيو هرب ولحد دلوقتي مفيش أي حد يعرف عنه أي حاجة. أما ميجيل اتحكم عليه بالسجن ل 170 سنة واتخفضوا ل 21 سنة. ويقال إن الشابين دول مظلومين، واللي عمل الجريمة هي شخصية كبيرة في أسبانيا، والشرطة استخدمت الشابين ككبش فدا. وعلى فكرة اتعمل ل3 بنات تمثال في مدينة القصر كذكرى ليهم. قول لي رأيك، هل أنت شايف إن الشابين دول هم اللي قاموا بالجريمة ولا في شخصية كبيرة وراها؟ بس كده، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.